ده كان رأي المواطنين في ترشح المستشار مرتضى منصور المرشح الرئاسي المحتمل اللي هو فاتح النار من أول يوم أعلن فيه ترشحه للرئاسة. مرة تانية معانا في الاستوديو مرشح رئاسي أيضا محتمل أصر على تقديم أوراقه للجنة العليا للانتخابات الرئاسية وإعلان ترشحه للرئاسة. هذا المرشح حصل على درجة الماجستير في الأمراض الباطنة بتقدير جيد جدا من جامعة عين شمس عام 2002، وقدم العديد من البرامج الطبية على قناة الصحة والجمال، وكان عضوا في الهيئة العليا لحزب الجبهة الديمقراطية، وهو الآن رئيس حزب الشباب تحت التأسيس. الناس شايفة ملوش فرصة انه يبقى رئيس مصر، لكن هو بيقول ان عنده فرصة كبيرة جدا. احنا معانا في الاستوديو الدكتور محمد الحسنين المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية. اهلا وسهلا بيك يا دكتور. اهلا بحضرتك. نخش على طول. اتفضل. دكتور، يعني المشاهد عايز يعرف مين الدكتور محمد الحسنين؟ طبيب امراض الباطنة والكبد والمناظير بمجلس الشعب، قطاع طبي بمجلس الشعب، عضو اتحاد الكتاب، عضو نادي القصة. انا مارست السياسة قبل الثورة ككاتب سياسي عن طريق مقالة كان اسمها حكايات فرعونية في ملحق الاهرام، ايامنا الحلوة، ايام استاذ محمد زايد الله يرحمه. كنت دايما بهاجم فيها الحكومة، يعني اداء الحكومة بالنقد. حتى عاطف عبيد ساعتها تذمر واشتكى الاستاذ محمد زايد، وطبعا ده كان صحفي عظيم يعني مش الكلام ده. اتعرض عليا في اواخر 2002 ان انا انضم جمعيه المستقبل اللي كان بيأسسها جمال مبارك. رفضت ان انا بحكم منصبي ان انا دايما بتعامل مع نواب مجلس الشعب كتير. فنواب في الوطني كنا بنتكلم بعد كل جلسه او بين الاستراحات، فاعجبوا باسلوبي فقالوا طب ماشي عاوزينك تقعد مع جمال مبارك، فهو بيأسس دلوقتي جمعيه. كنت عضو في الحزب الوطني؟ لا، رفضت. ورفضت ان انا اروح اقعد مع جمال مبارك. فقالوا لي وكلام، قلت لهم لا، اسباب كتيره، من اولها ان انا ما احبش ان انا اقعد مع حد يملي افكاره عليا وانا اقعد ساكت. ما احبش، كنت عارف ان هو كده اسلوبه كده يعني. يعني لو كل عشان كده بقول للناس ان دايما السياسي موقف، يعني السياسي بيحترم من مواقفه. لو كنت متسلق كان زمان بقى مع جمال مبارك وبعدين بقيت عضو لجنه السياسات وفلول يعني. فكرت لي في الترشح؟ وماذا لديك لتقديمه للمصريين في هذه الحقبة الصعبة جدا من تاريخ دي مش مصر؟ أول مرة على فكرة، أنا شاركت في 2012 بس ما كملتش. أنا أول واحد من الشباب أعلن ترشحه بعد الثورة ب6 شهور، كان في المصري اليوم في 24/7. أنا بحب دايما إن أنا أترشح علشان الشباب، علشان أشجع الشباب. وأنا مبسوط جدا المرة دي إن في عدد من الشباب دخلوا على فكرة، يعني ده اللي أنا كنت بحلم بيه. في اعداد كبيره دخلت موجودين حاليا، اللي حضرتك قلت بعض الاسماء منهم، وهتلاقي كمان ناس موجوده يعني. انا بقول للشباب ان هم ما يخافوش، لابد ان هم يكونوا على قمه الهرم السياسي، لان انا شايف ان شباب اشعل ثورتين على الفيسبوك وعلى ارض الواقع. اكبر حاجه، اكبر منصب وصل لها شاب كان مساعد وزير الشباب، وده حاجه تكسف بصراحه يعني. لما يكون 55% من قوتك البشريه. هو كان نائب وزير الشباب يعني ونائب وزير الرياضه حاجات كده يعني. حتى مش وزير حتى يعني. فانا شايف ان الشباب يستحقوا اكتر من كده. 55% من ثروتك البشريه شباب، وانا مش شايفهم على المشهد. دي كارثه بصراحه. هتقدم ايه للمصريين؟ انا عندي برنامج متكامل. ما بحبش الكلام، احب الاليات. يعني اي سياسي يقول لك هنعمل كذا والعدل، هتقول له ايه الياتك؟ ما يردش عليك، تعرف ان هو بيتكلم بس. لكن لما تشوف اليات منطقيه، يبقى احنا في قدام نموذج كويس قابل للتطبيق. ايه الاليات؟ هنتكلم حضرتك في ملفات. انا ممكن اخد الشيخ الادريسي، الشريف الادريسي من محافظة أسوان يكلمنا. يعني هو كان طرف أصيل في حل أزمة أسوان ما بين القبيلتين، القبيلة النوبية والقبيلة الأسوانية. السلام عليكم شيخ إدريسي. السلام ورحمة الله وبركاته. يعني أنا بحب قصري في الله يعني. الله يحفظك ويعزك ويبارك فيك والله. حضرتك يعني كنت بدأت تتدخل لحل الأزمة. عايزين نطمئن الشعب المصري كله الحقيقة على اخواتنا في جنوب مصر في أسوان. ماذا يعني أسفرت المحادثات؟ احنا عرفنا ان في هدنة يعني اتعملت لمدة شهرين. عايزين نعرف ماذا جرى، وأنت كنت طرف أصيل في حل هذه الأزمة.
الحمد لله ان احنا طبعا ربي وفقه واجتمعنا معاهم يعتبر اول امبارح في المساء وعقب رجوعنا من السفر، وكانوا الناس الحمد لله يعني اهل لتقبل العقل والحكمه. وطبعا احنا في اسوان او في الصعيد عموما بتحكمنا قواعد واعراف عربيه تعرفنا عليها، وبتحكمنا الشريعه الاسلاميه اللي هي مهذبه لكل الاعراف. صحيح. فاحنا قعدنا معاهم وتكلمنا يا اخواننا الامر دي، وصلنا انهم هم خلاص ارتضوا. اول حاجه احنا هل يعني اللغه اللي هي تناغمت في محافظه اسوان هي لغه يعني غريبه على اسوان وغريبه على الصعيد وغريبه على المصريين، انهم هم يعملوا في بعض كده. صحيح. وعلى الانسانيه. فهم وصلوا بالشكل دي انهم هم خلاص يعني الكل رجع للغه العقل والحكمه والرشد، ويعني ودونا وعد بالالتزام الكامل، وانه كل وخاصه احنا في الامور دي اعلى مراتبها اللي هو الدم، زي ما بنقول هو حجاب لكل المشاكل. فاصحاب الدم واصحاب الحق في الدم هم قالوا والله احنا احتسبنا من ماتوا شهداء، واحنا عايزين نرجع البلد لمجرى الامن والامان اللي كانت عليه، لان تزايد الدم لا ياتي الا بدم، والدم يعني حرمته عند الله كبيره، وحرمته عند يعني الدين يعني دين كبيره، وحرمته عند الناس فيما بينهم كبيره خالص. فالناس الحمد لله انهم بكلامنا وبصلات الموجوده معهم وتواصلنا معهم يعني فوضوا تفويض كامل في الالتزام، والالتزام ما حدناهوش بمده يعني معينه، وخلينا التزام لحد ما تنتهي الازمه بالكامل. واحنا بنتحرك باذن الله معاهم، وفي روابط حتبلغ ان شاء الله وتشفر عن كل خير في القريب العاجل. والحمد لله. أنا عايز أسأل حضرتك، رئيس الحكومة المهندس إبراهيم محلب تفاعل مع الأمر وسافر فورا وراح نزل أسوان، وتاني يوم على طول أو في نفس اليوم بالليل بعد ما مشي حصل قتل برضه وحصل اعتداءات واستشهد ناس ومات ناس. هل يمكن أن يتكرر هذا السيناريو بعد كل هذه المجهودات؟ إن شاء الله يتكرر بإذن الله، لأن طبعا القصة يعني هي فيها أبعاد سياسية كانت يعني أجت الفتنة. ايه الابعاد السياسيه يا فضيله الشيخ؟ والله البعض طبعا هو في الظروف اللي مارة في البلد كل واحد له فكره بيحاول انه يناصره، والبعض بيحاول انه يناصر فكره بانه هو يعني يستغل المواقف. الان هي في ازمة حصلت، وفعلا الازمة دي ما كانش بدايتها فيها اي اخطار، لكن يعني استغلال سيء انه تؤجج هذه الفتنة او تظهر كمان امام الناس بصورتها العنيفة دي، وتداخل فيها اطراف كثيرة يعني باعتراف اخواننا يعني بتوع الهلايل قالوا ان احنا في اطراف يعني تداخلت وصنعت الحدث ده. تمام. غير يعني غير معروفة. فبالتالي احنا بنعرف بعضنا بعض، لما نبقى غير معروف يبقى من منطقة غير المنطقة اللي احنا موجودين. أيوة. وده لا يكون الا يعني باتفاق معين. الناحية الثانية اللي احنا بنقولها ان الفتنة اللي حصلت بعد يعني مجيء رئيس الوزراء تفاعل مفاعلة جيدة جدا، وكل المسؤولين في مصر وكل الناس الشعب المصري كله يعني تأزم لهذه الأزمة يعني طبعا، واستشعر بها، وكل اللي سواء إعلام أو بكل الاتجاهات اللي هي الموجودة من تنفيذية وشعبية حتى القبائل ما بعد من بدءا من سينا وانت جاي كلها. انا عايز اقول لحضرتك ان حالا جاي لي على الفيس رساله وهو بيقولوا لي ابلغك وابلغ شعب اهالينا في اسوان تصالحوا من اجل مصر. نعم والله يعني وان شاء الله هم سمعوا هذا النداء، وكله احنا بنتكلم من اجل البلد اللي ما تستاهلش مننا انها تظهر صورتها بالسوء ده امام العالم. فمن اجل مصر ومن اجل الهدوء ومن اجل عودة الناس للامن والامان ان شاء الله كل من في كل القبيلتين كل عقلائها وحكمائها حيسعوا
لانهم هم يشلجوا صدور المصريين في القريب العاجل بخير مبشر باذن الله. أشكرك فضيلة الشيخ الإدريسي الذي كان له الحقيقة ذراع الطولة في تهدئة الأمور ما بين أهالينا في محافظة أسوان. ويا رب يا رب الناس تتصالح من أجل مصر. الناس بعتها لنا يعني أول ما قلت رسالة أول يعني حد بعتها لنا احمد عبد العال جالي بعدها نفس الجمله كررت حوالي 30 مره في اقل من 10 ثواني يعني قدامي على صفحه البرنامج. دكتور يعني ازمه اسوان لو انت رئيس الجمهوريه دلوقتي هتعمل فيها ايه؟ نحن يا سيدي نعيش عصر الدوله الرخوه. مفيش بلد في العالم هتقدر ان هي تتقدم في ظل غياب الامن اللي احنا شايفينه. لابد ان يتم اعاده هيكله الامن. ده الملف الاخطر. اعاده هيكله الامن ازاي؟ ده بقى انت بتتكلم بقى دخلنا على برنامجك. يعني ما هو ده جزء من برنامجك. البرنامج هو بيعالج مشاكل موجوده. لابد ان احنا اعاده هيكله الداخليه من كذا ناحيه. اول ناحيه من ناحيه العتاد. احنا الجريمه عماله تتطور والارهاب عمال يتطور. وصلنا للضرب بالار بي جي والصواريخ الموجهه للطيارات وما زلنا نرى تسليح الداخليه زي ما هو واحد. يبقى تسليح الداخليه العتاد بتاعها والتسليح. الحاجه اللي بعد كده الفلسفه. فلسفه الداخليه ان هي بدل ما كانت بتأذي المواطن وتهدر كرامته في الاقسام وهكذا يبقى لا احنا بنعمل من اجل المواطن. تمام. عشان نكسر الحاجز النفسي اللي كان موجود قبل كده في خدمه الشعب وكان مقصود. نمره 3 ان انا بعد كده الهيئات المعاونه للشرطه لابد ان هي تتطور. اللي هي البحث الجنائي والطب الشرعي. ده عندنا حاجه تكسف. لابد يكون في داتا لكل المواطنين موجوده على الكمبيوتر عندهم مثال. لا حضرتك لو حضرت اي يعني انت لو رحت مصلحه الاحوال المدنيه هتجيب للمسجلين بس عن كل الناس. لا الاحوال المدنيه لا طلع الرقم. ما هو لابد ولو رحت الادله الجنائيه هتلاقي نفس الكلام. لابد حضرتك ان ده دلوقتي بره بيعملوا بصمه العين وبصمه الشعر. الكلام ده ما دخلش عندنا لسه لانك ما عندكش امكانيات. ما هو لا هنجيب بقى امكانيات لده منين؟ انا هقول لحضرتك هنتكلم وبعدين اقول لك هنجيب امكانيات منين. الصرف على ملف الامني ما هوش خدمي ابدا. ده استثمار. صحيح. لان هو عصب الحياه. مفيش استثمار هيجي لك ولا سياحه ولا استقرار بدون امن. صحيح. فلابد ان انت الهيئات المعاونه للشرطه لابد ان يحصل فيها تطوير. الحاجه اللي بعد كده اللي هي ايه الهيئات المعاونه للشرطه؟ اللي هو الطب الشرعي والبحث المعاونه. الجوازات المرور. الحاجه اللي بعد كده العدد. انت شايف ان الاعداد سواء بالاستقالات او بالقتل في الثورات قل عدد الشرطه. طب هتقول لي طب ما احنا لسه هنستنى الضباط اللي هيتخرجوا جديد. اقول لك لا في حاجه اسمها ضباط احتياط زي موجود في الجيش. نعمل ضباط احتياط للشرطه. نجيب اعداد اللي احنا عاوزينها. يا دكتور فعلا موجود. امناء الشرطه دلوقتي بيعلقوا ضباط لا انا عاوز ازود عدد. اجيب ناس جداد. ما ده كله يتوقف على الميزانيه. ما انا هقول لحضرتك هنتكلم وبعدين اقول نجيب فلوس منين. اتفضل. فلابد العدد يزيد. ف6 شهور يتدربوا ويمسكوا الاول. انا محتاج جنائي دلوقتي. انا محتاج جنائي دلوقتي. هكمل معاك بعد الفاصل. قبل الفاصل كنا بنتكلم عن مفيش معلومات جنائيه عن المواطنين بشكل عام مش المسجلين عن كل المواطنين. اتفضل. الحاجه اللي بعد كده في تطوير الامن ان انا ازود العدد. زي ما قلنا ممكن ندخل ضباط احتياط ونزود عدد الافراد. الحاجه اللي بعد كده انك تدي له امكانياته. يعني ايه في عربيات الدوريه دي محتاجه ان انا اكتر عدد العربيات. ولابد يبقى في امن على مدار 24 ساعه. حضرتك التفجيرات اللي حصلت اليومين اللي فاتوا دول ليه؟ عشان كان في فرصه. لو مفيش امن موجود. لو في امن وعربيات لا في امن وعربيات دوريه. لا مفيش امن حضرتك انزل بالليل. زي ما الخلايا اللي كل شويه بتقول عليها. لا حضرتك انا بتكلم على امن الشارع. الكلام ده التفجير حصل في الشارع. انا بتكلم على امن الشارع مش الامن اللي هو بيترصد الارهابيين. معظمها دكتور عمليات انتحاريه. يعني مثلا تفجير مديريه امن المنصوره واحد دخل بالعربيه فجر نفسه. بس بتاع جامعه القاهره ما كانش انتحاري. مديريه امن القاهره يعني ولا جامعه القاهره؟ ما كانش انتحاري. ما انت عارف الطلاب. لا ما انا اقول لحضرتك انا مش هدي فرصه لدول. يعني انا ازود انا عربيات الشرطه وازودها بكاميرات. اخد بقى بالامن الحديث. يبقى في كاميرات. هتجيب بقى ميزانيه منين؟ عشان هنطلع من الملف الامني لملفات ثانيه. حضرتك دلوقتي الميزانيه بتاعت مصر لابد ان هي يعاد هيكلتها من تاني. لان لو بصينا مثلا للدعم هنلاقيه هرم مقلوب.
في 78 مليار جنيه سنويا لدعم الصناعات كثيفه الاستهلاك للطاقه اللي هي المصانع الكبيره الاسمنت والسيراميك والكلام ده. الفلسفه بتاعها هنا ايه؟ هتلاقيها فلسفه مغلوطه تماما. ليه؟ لان المصانع دي بتبيع في مصر للمستهلك المصري بسعر عالمي اقل من الاسعار اللي بتصدر بها للخارج. يعني احنا بندعم المواطن الاوروبي والياباني. فهنا ما فيش فلسفه للدعم دي. وفي ناس كتيره من اصحاب المصانع دي قال لهم احنا مش محتاجين للدعم. فانا بدل ما يقول لك انا عندي تعاقدات وهتوقع الصناعات الكبيره والكلام من ده، انا هاخد الربع كل سنه. اوفر حوالي 19 مليار جنيه سنويا للموازنه العامه للدولة. 19 مليار جنيه ده مش شكل مش هين في الموازنه. هدعم بيها الامن وادعم بيها النشاطات اللي انا عاوزها في الموازنه، هتكلم عنها بعد قليل. منظومه الدعم كانت في الحكومات السابقه هو دعم الفساد، عبوديه المواطن. رغيف الخبز لوحده كان مرصود له 10 مليار جنيه سنويا. هنشوف المنظومه بتاعته نلاقي ان الحكومه نفسها كانت بترعى الفساد من اول الاستيراد عن طريق ناس معينه بتجيب قمح درجه ثالثه ورابعه في حشرات غير قابل للاستهلاك الادمي، عشان كان في بيزنس ما بين المسؤول وما بين الراجل اللي بيستورد القمح ده. وبعدين يجي يتشون يقول لك فقد 2 مليون طن. ده اذا انت بترجع ان اللي بيحصل في بالك كله كان متعلق بالفساد ومقصود. ليه حضرتك مقصود؟ علشان دلوقتي 2 مليون طن قمح بتاكلهم العصافير والفئران، وده في الشون اللي هي اي كلام دي. وبعدين بعد كده بينطحن القمح بالتراب يجيب للمصريين امراض. وبعدين بعد كده مفيش رقابه على صاحب المخبز، لو جاله 10 اجوله بيخبز 5 ويبيع 5. فكانت الدوله بترعى منظومه فساد. هتعمل انت بقى ايه في منظومه الدعم؟ منظومه الدعم. اول حاجه دعم رغيف العيش. دلوقتي في المثل البلدي بيقول لك ايه؟ يعني شراء العبد ولا تربيته. انا دلوقتي كحكومه لو انا اديت للمواطن كارت ذكي كده يروح في اي سوبر ماركت يشتري رغيف الخبز بالسعر الحر بربع جنيه رغيف ممتاز جدا لكل مواطن. انا هقول التارجت بتاعي او المستهدف بتاعي 30 مليون مواطن في اليوم. هدي لكل مواطن 3 رغيف هيبقى 90 مليون مواطن. 90 مليون مواطن في 3 رغيف هيكفوا واحد في اليوم؟ ما انا اقول لحضرتك هنزود 3 رغيف اللي هي كده حضرتك، مش 3 رغيف هيكفوا برضه يعني 3 وجبات. هقول لحضرتك نجيب عاوز تزود اقول لك لا 3 طقات يعني. هنقول نزود يعني انا ابني 12 سنه بياكلهم يعني. احنا عاوزين نحارب السمنه يعني بياكل كل طقه قول رغيف يعني. طيب ما انا قلت 3 رغيف في اليوم يعني طفل مش راجل كبير يعني. هنزود منين؟ انا لو ضربت ال 90 مليون رغيف في اليوم في 365 في 25 قرش هيدينا 8 مليار و200 مليون جنيه. يبقى انا وفرت مليار و800 مليون جنيه. عاوز بقى تزود تخليه 4 رغيف 5 رغيف، المليار و800 ده هيكفي. يبقى انا هنا وصلت ل 30 مليون مواطن دعم بكرامه، بدل ما هو بيروح يتخانق مع زميله ولا جاره في الفرن ويستهلك 3 ساعات في الطابور الفرن او في خناقه عند الفرن. اديت له بكرامه 3 أو 4 ارغفه من المتميزين، مش اللي بيجيبوا سرطانات وبيجيبوا فشل كلوي، وبكرامته هو بيصرفه من اي سوبر ماركت. يبقى كان مقصود من الدعم في الحكومات السابقه الفساد، رعايه الفساد عشان المسؤولين بيستفيدوا من الموضوع، واذلال وقهر المواطنين. احنا اتكلمنا عن رغيف العيش، نتكلم عن المواد التموينيه. ايوه برضو السلع الاستراتيجيه اللي هي الخمسه الرئيسيه. نفس الموضوع. كان برضو الحكومه بترعى الفساد، ونوصل لزيت الشلجم وزيت معرفش ايه اللي الناس عماله تاخده، ولو ادات بيتعرض لدرجه حراره بيجيب سرطان. لا انا برضو هحط لكل مواطن الدعم بتاعه على بطاقه ذكيه، ويروح يجيب اللي موجود في البطاقه حاليا هيجيبه بالسعر الحر. يعني انضف حاجه في السوق برضه عن طريق الايه الكروت الذكيه دي. لكل مواطن يبقى له كارت ذكي وبياناته كلها مع الكارت الذكي ده. يعني اقدر ارصد لكل مواطن مبلغ قد ايه دعم في السنه؟ اكيد انت عندك دراسه لده حضرتك او في اليوم. بقول لحضرتك دلوقتي اللي بيتاخد على بطاقه التموين اللي هو السكر والزيت والارز والشاي اللي بيتاخد على بطاقه التموين للفرد هصرفه بنفس الكميه بسعر حر، هيوفر لي ده 11 مليار جنيه وهلغي وزاره التموين. طب هخليها طب انا عايز اتكلم يعني الفلوس اللي انا هوجهها دي مين هيقوم على المنظومه دي بالاشراف عليها؟ لو انا هلغي وزاره التموين، انا هلغي وزاره، هخليها بس ايه، هخليها هيئه للاشراف على السوق بس. اذا ضمن برنامجك الغاء وزاره التموين؟ طبعا انا عندي مفتشين بيروحوا هم بيرعوا نفس المنظومه، لان المنظومه فاشله. بيروحوا ايه بقى؟
بيروحوا مع بيتخصص لهم حضرتك، ما انت عارف. لا مش بيتخصص لهم، لا بيتخصص لهم الرغيف اللي هو المتميز، بياخدوا كل يوم جاي هو والقرايبهم واصحابهم بتاع عشان يغضوا النظر. مش كلهم يعني مرتشين لكن المعظم فيهم بيستغل وظيفته. فانا ليه ادي الفرصه للفساد؟ انا دلوقتي لو توجهت مباشره هنا هوفر 11 يعني اذا انت جنيه. شايف ان الكروت الذكيه تقدر تحل بيها ازمه السلع الاستراتيجيه ورغيف العيش، ووفر لميزانيه الدوله. متوفر لميزانيه، توفر لها قد ايه من الكلام ده؟ هنا قلنا مليار و800 في العيش، وهنا 11 مليار. ده في السنه ولا في السنه؟ في السنه. في كمان بقى لو قلنا هنوفر ايه للميزانيه. في عندي حاجه اسمها القرى المنتجه. ده مشروع لغزو الصحراء. احنا فشلنا في غزو الصحراء. ليه؟ لان الحكومات المتعاقبه لم تفهم او لم تعمل على نفسيه المواطن المصري. انا معايا 5 دقايق، فعايز ان انا عندي كذا سؤال تاني، فارجوك قول لي يعني القرى المنتجه دي فكره جديده اول مره اسمع عنها. المواطن المصري من الحضارات اللي هي قايمه على الزراعه، بيحب الاستقرار، عاوز كل الخدمات تبقى حواليه، يعني البيت جنب المدرسه، جنب المستشفى، جنب القسم، جنب السوق، وهكذا. فالحكومات السابقه كانت بتعمل ايه؟ كانت بتعمل شقق بس في الصحراء، مدن، والخدمات موجوده في المدينه الاساسيه. فالمواطن يروح هناك يقفلها ويرجع تاني للمدينه الاساسيه عشان ما فيش خدمات. تمام. انا هنا هعمل قرى منتجه، قرى فيها كل الخدمات اللي يحتاجها المواطن. تمام. واوصل لها المرافق. في حاجه كمان حضرتك، منين يا فندم؟ منين؟ ما احنا قلنا اهو، انا هقول لحضرتك دلوقتي عاوز تجيب منين. لو استخدمنا الغاز بدل بالسولار هنوفر 12 مليار جنيه في السنه. الغاز الطبيعي يعني. الغاز الطبيعي. ما بيحاولوا بيوصلوا، لو اصلحنا حضرتك بيوصلوا القرى الموازنه فيها كتير كل ما بيجي فلوس بيقدروا يوصلوا تعرف حضرتك لو اصلحت الخلل الضريبي بس في الاجور هيوفر 4.5 مليار جنيه في السنه، اللي هو الخاص يعني بالمستشارين والحد الاقصى والادنى. مكافحه طيب ما ده تم يعني يوفر 20 مليار خلاص. ما احنا موفر مكافحه التهرب الضريبي يوفر 20 مليار، مكافحه تهريب السلع يوفر 5 مليار. حضرتك احنا بنرعى منظومه فساد حضرتك. هو ده اللي بياكل الموازنه بتاع الدوله. مصر مش دوله فقيره ابدا، نقول عليها كده يبقى مش فاهم خيرات مصر. فهنا منين دي كتير قوي هنقول عليها في بنوفر. تعمل ايه في البطاله؟ في البطاله ده الاول المشروع ده مشروع القريه المنتجه، ده مخصص ان انا اجيب الناس الشباب اللي مش بيشتغلوا، ان انا اوديهم الصحراء، بس مش هوديهم بقى بدون امكانيات، هوديهم وادي لهم خدمات. الحاجه المهمه جدا اللي اكثر تكلفه اللي هي الكهرباء. حضرتك تعرف حل مشكله الكهرباء في مصر هي ايه؟ ان انا ادخل القطاع الخاص بس مع الحكومه. بس تشريع بس، الحكومه هي اللي محتكره مشروع الكهرباء وتوصيل الكهرباء في مصر. ادخل القطاع الخاص، هيعمل ايه القطاع الخاص؟ دلوقتي مصر من ما هو القطاع الخاص هيخش يشعلل لي الفواتير دلوقتي معايا الناس اصلا بتصرخ من واحده معايا اسهال النور اللي بيجي 200 و300 جنيه. مش هيقدر يدخل لك الا الطاقه الشمسيه. مجال الطاقة الشمسية دلوقتي حضرتك بقى مجال الأول كان مجال استراتيجي والدول الكبيرة عاملة عليه محوطة عليه، مش دلوقتي بقى تجاري. مستثمرين كتير جدا بيقولوا ان احنا بس لو الحكومة سمحت لنا ان احنا ندخل الطاقة الشمسية مصر من أغنى دول العالم في الشمس. الشمس طبعا وخاصة في الصحراء الغربية 133 يوم في السنة. ده من أغنى دول العالم في الطاقة الشمسية. هدخل هعمل لك كيلو وات ساعة كام حضرتك؟ 23 قرش. اللي بيتوقف على الحكومه، اللي بيقف على الحكومه ب 123 قرش. يعني انا بوفر لك جنيه حضرتك، مش هغلي عليك حاجه. انا بالطاقه الشمسيه هوفر لك جنيه في ده. انت كده بتحل لي ازمه الكهرباء بقى. تمام. وقال لك انا هديك اي ميجا وات انت عاوزه. لان في دلوقتي في دراسات للكلام ده جدا طبعا، ومستثمرين واقفين على الباب، بس قال لك اعمل لنا تشريع. ايه اللي معطلهم؟ ايوه مفيش تشريع. نمره واحد ان هو القطاع الخاص يدخل. نمره اتنين قال لك بس الحكومه تضمن لي المستهلك ان هو يدفع لي. ممكن انا اجي اضخ استثمارات والناس اخر الشهر ما تدينيش فلوس. هذا الموضوع، موضوع الكهرباء. طيب انت اتكلمت عن الكهرباء واتكلمت عن الفقر، هو مريت عليه بدون ما نقول اسمه، لكن انت جبته في سكتك طبعا من خلال اللي انت بتطرحه، واتكلمت في رغيف العيش وفي البطاله ما كملتليش. ازاي احل ازمه البطاله؟ ازمه البطاله انت عاوز ايه من البطاله؟ عاوز مشروعات كبيره انك انت تيجي تشتغل فيها.
لو احنا بدون الامن مفيش مستثمر هيجي لك. تمام، ده الربط اللي انت عملته في بدايه مفيش مستثمر هيجي لك. طب المستثمر هيجي لك بايه بقى؟ اولا لابد ان انت تعمل له تشريعات تريحه. حضرتك لما بيجي المستثمر انت بتزهقه، بتلففه لا كعب داير، لابد يبقى في جهه واحده بس. لا انت كدوله هتعمل ايه؟ أيوة. حل البطاله بعيدا عن المستثمرين يعني. جاي لحضرتك هو انا كدوله لوحدي بعيش لوحدي، ولا بد ان يبقى في استثمارات جايه لي عشان حتى العمله الصعبه؟ يبقى انا مناخ الاستثمار. حضرتك امال انا كدوله بعمل ايه؟ ههيئ مناخ الاستثمار، ناس من جوه ومن بره تجيب لي فلوس. هي مناخ الاستثمار ازاي؟ لابد اعاده الامن والتشريعات بعد كده، الغابه التشريعات اللي عندنا لابد ان انا جهه واحده. انا ملاحظ انك كررتها 4 مرات دلوقتي في كذا موضوع. اللي يتعامل مع المستثمر. الحاجه اللي بعد كده حضرتك ان لقوا ان احنا لابد يبقى عندنا ثوره تشريعيه. احنا عندنا 75,000 تشريع في مصر، لغوا منهم 14,000، بقى في حوالي 60,000 تشريع. ده من اكبر نسبه على مستوى العالم. الدستور الجديد محتاج لابد التشريعات دي، لابد حضرتك دي مش محتاجه حتى تتناسب مع الدستور. لابد الناس الفقهاء القانون مع مجلس الشعب الجديد لما يجي بقى برلمان بعد ثوره تشريعيه. طيب. تعرف حضرتك الثوره التشريعيه دي لو اتعملت بس هتعمل ايه؟ هترفع لك اصول البلد للضعف. عايز اسالك، تضاعفها. الناس بتتهمك انك مترشح للشؤون الاعلامي، انت لما بتسمع الكلام ده اولا بتقابله ازاي؟ اعتبرني بنقول لك اهو. حضرتك بتتهمني يعني. اعتبروني بنقول لك ده كلام الحياه من مواقع التواصل الاجتماعي. انا دلوقتي حضرتك وحضرتك قلت انك انت ترشحت الدوره اللي فاتت الانتخابات الماضيه وما كملتش. ليه ما كملتش وازاي هتقدر تكمل المره دي؟ انا ما اسعى اليه نمره واحد، انا قلتها حاجات محدده جدا جدا. انا ما اسعى اليه ان انا احط الشباب على قمه الهرم السياسي. ده نمره واحد في الهدف. نمره اتنين ان انا لابد ان احنا نغير مفاهيم الناس. مش هنقعد نبني على قديمه. لابد ان احنا نتجه الى برامج المرشحين، مش شخصيات المرشحين. هنرجع نعيدها تاني انا او الفوضى، نرجع نحط الناس اتجهت للنهضه والالف خبير لا يا سيدي الفاضل، دي كان فيها ظروف معينه، واحنا قلنا احنا عصبنا الليمون وناس غلطت وهكذا. والاخوان كان كده لابد يحكموا البلد. ليه؟ 80 سنه 86 سنه عاملين ان هم معارضه والناس متعاطفه معاهم. وانت ايه رايك فيهم؟ نعم، ايه رايك في الاخوان؟ انا لو رجعت حضرتك على اليوتيوب هتلاقي ليا فيديو مع قناه ميسات، كنت انا مسجل معاها في اخر 7/2012، كان بعد شهر ترشح مرسي. اسمع حضرتك اخر 6 دقايق في الفيديو ده. بيقول ايه؟ اخر 6 دقايق كانوا بيقول ايه؟ انا كنت ساعتها عضو الهيئه العليا لحزب الجبهه، كانوا مستضيفيني بهذا البوزيشن. قالوا لي رايك ايه في الاخوان؟ انا قلت لهم بناء على ال6 شهور اللي هم مسكوا فيهم مجلس الشعب والشهر اللي انا شايفه من اداء مرسي، بقول ان الاخوان لا يصلحوا ان هم يقودوا البلد. هم يلعبوا دور السنيد بس، لكن ما يلعبوش دور البطوله. ايه رايك في الاخوان دلوقتي؟ ما انا اقول لحضرتك في الشارع عشان وقت انا اول واحد تنبأ بانتهاء الاخوان، ويرجع للفيديو ده. وقلت اذا لم يعدل الاخوان من ادائهم ستسقط الجماعه للابد ولن تكون لها قائمه. وهل سقطت الجماعه للابد؟ طبعا. هل لن تقوم لها قائمه؟ لم تكن لها قائمه بالفكر اللي هي كانت مبنيه عليه. لكن ممكن ناس عقلاء الاخوان، وده اللي انت مع مصالحه الاخوان؟ عقلاء الاخوان يعني ايه عقلاء الاخوان؟ ايوه اللي هم هو في فرق ما بين الاخواني لا طبعا والتاني. هقول لحضرتك حاجه. حضرتك لو مشترك في حزب ورئيس الحزب اخطا، انا مش هحاسبك بفكر رئيس الحزب. لو كان جماعه كامله هقول لحضرتك دلوقتي العنف اللي في الشارع ده لا انا المصالحه مع الناس اللي هي ايه عقلاء. بقول عقلاء ليه؟ لان ايديهم لم تتلوث بالدم، اللي ايديهم ما تلوثتش بدم، الذين لم يدعوا العنف، اللي ما شاركوش في فساد. في نظرك اللي ايديهم لم تتلوث بالدم، هل هم الاغلبيه ام الاقليه؟ هو لحد دلوقتي ما اقدرش اقول لك ليه، لان ما اعلنوش عن نفسهم وما اعلنوش عن مراجعات. لابد يبقى في ضروره لمراجعه. انت شايف ان هم ممكن يقبلوا المراجعات؟ ده شرط ان انا اقبلهم، ان هم ايه، مفيش حاجه اسمها الطاعه العمياء للمرشد، الطاعه لله ورسوله. سيناريو الدم اللي موجود في الشارع، لا طبعا ده مرفوض. هل هناك مصالحه على دم؟ لا طبعا، الذين تلوثت ايديهم بالدم لا مصالحه معهم طبعا. انا بتكلم عن الناس الذين لم تلوث ايديهم بالدم. اخر سؤال عندي، لو اصبحت رئيسا لمصر ايه اول قرار هتاخده؟ المستشارين يتم تنقيتهم وانتقائهم على اساس الكفاءه. سيبنا بقى مستشارين الرئيس يعني. طبعا. لان الرئيس لو اختار مستشارينه على اعلى درجه من الكفاءه، مش اصحاب الثقه، هيقدر ان هو يقود البلد صح. شايف انك عندك فرصه؟ نعم، شايف انك عندك فرصه؟ انا شايف ان في امل ما دامت هناك حياه. بشكل عام
والسياسي لكن الذي يفقد بشكل خاص في وضعك ده في كل كراجل بتطرح الأوقات، نفسك في كل كمرشح الأوقات، انك تكون رئيس. ولكن انا معترض على قانون الانتخابات الرئاسيه، وقدمت طعن في القضاء الاداري ضد رئيس الجمهوريه. انا معترض على هذا القانون لان انا بعتبرها انتخابات ليست عادله. ليه؟ لان دلوقتي اما اجي انا اعمل قانون نسخه مشوهه من 2012 اعمله في شهرين ونص تقريبا، واجي اقول لك في 3 اسابيع بس كمرشح لف الجمهوريه وهات لي 25,000 توكيل. مرشحين انا اعتبر بيجيبوا حضرتك ماشي، احنا هنتقابل تاني او بالتليفون بعد عدد التوكيلات يا دكتور اللي اتعملت لحد الى الان في اسبوع للمرشحين اللي طرحين نفسهم منهم لا انا بتكلم العدد قد اللي اتعمل في 2012 اللي كله مرشحين. ايوه اللي مرشح واحد خد 300,000. انت حضرتك اللي هو المشير السيسي. ايه رايك في المشير السيسي؟ ماله المشير السيسي؟ ايه رايك فيه؟ انا رايي ان هو كان يفضل وزير الدفاع زي ما هو. انا كان ضد، ما ينفعش يحكم مصر. انا خايف عليه، لا مش حكايه ما ينفع، انا خايف عليه من السياسه. انا بحبه على المستوى الشخصي على فكره، وهو عمل موقف طبعا عظيم جدا. لو ما كملتش سباق الرئاسه من ستنتخب رئيسا لمصر؟ مشير السيسي. مشير السيسي. طبعا. نورتني دكتور محمد الحسنين المرشح المحتمل للرئاسه والذي يمثل جيل الشباب. احنا هندي فرصه هنا لكل الناس، ده منبر للمواطنين مفتوح لكل الناس. بعد الفاصل هنتكلم في ملف في منتهى الاهميه، وهو ملف بيتكلم عن العلاقات المصريه الليبيه. هيكون مع ضيوفنا في هذه الفقره السيد السفير علي العشيري مساعد اول وزير الخارجيه للشؤون القنصليه، والسيد اللواء محمد نجيب مساعد اول وزير الداخليه السابق لقطاع مصلحه السجون والخبير الامني والاستراتيجي المعروف، والاستاذ سامي عبد الخالق الباحث والمتخصص في الشان الليبي. هنتكلم عن كل ما يخص المصريين في ليبيا. تابعونا بعد الفاصل، هذه الفقره الهامه جدا جدا، تابعوها ما تروحوش في اي حته.